إلهي، لو فعلا كان الإمام علي عليه السلام هو دفن روحه بروحه فأعطني إشارة. زين إلهي، لو أنت فعلا تحب الإمام علي عليه السلام فأعطني إشارة. إلهي، تهيسني فأعطني إشارة. وأنا شكيت بالموضوع، لو فعلا تحبك ما خليته يدفن روحه بروحه. المهم إخواني، سؤال مطروح من إنسان طموح: يا ترى لو افترضنا كل البشرية من بني آدم وحواء ماتوا ولم يبقى في الأرض إلا الدفان، زين السؤال اللي يطرح روحه ويتمرغل بالقاع: يا ترى إذا مات الدفان يا هل راح يدفنه؟ طبعا أتذكر من كنا زعاطيط أهلنا يسألونا هذا السؤال، يقولونا إذا ماتوا بني آدم كلهم وجد دفان دفنهم واحد ورا الثاني، زين الدفان إذا مات يا هل يدفنه؟ احنا نقول لهم سهلة، هو الدفان يحفر قبره بنفسه ومن يموت يطم روحه. فيظل الأهل يضحكون. هسه ما أدري بوقتها يضحكون مبهورين من فخامة الجواب، ما أدري يضحكون على هاي الخلفة اللي ما تعرف راسها من رجليها. المهم راحت الأيام أو مرت السنون، إلى أن قبل فترة شفت قصيدة الباسم الكربلائي، والله العظيم قصيدة عجيبة غريبة، بحيث يقول الإمام علي عليه السلام عندما استشهد ما قبل واحد يدفن جسده، لا، هو جم نقب بنفسه، ذب اللثام ودفن روحه بروحه. إلهي، إذا جاي تشاهد ماذا يجري في القصائد الحسينية فأعطني إشارة. الصراحة أول ما سمعت القصيدة ضحكت ضحكة كلش قوية، بحيث طلع ثاري من كنت صغير وضحكوا علي من قلت لهم الدفان هو يدفن روحه بروحه. ومع العلم جوابي كان مقنع أكثر من قصيدة باسم، لأن أكيد إذا الدفان بقى بوحده وشاف نفسه ما له خلق وتعبان ومشتهي يموت، يقعد بالقبر ويهيل التراب على روحه وابوك الله يرحمه. بس مال الإمام علي عليه السلام مكفن ومطروح على الأرض، أو آلاف الملائكة جاي الشيعة والحسن عن يمينه والحسين عن شماله، أو كل هذا الجمع الغفير يجي واحد منقب أو ريحته تشكشق يأشر على الإمام الحسن عليه السلام، يقول له أنت الحسن. لا أخويا مشتبه، أنا جبار الفارسي. يقول له لا، أنت مرضع الوحي والتنزيل، وهذا أخوك الحسين بن أمير المؤمنين، انطوني أبوكم أنا أتولى حفره ودفنه. قال له لا، أبونا ما يقبل واحد يدفنه. قال لا سلمون جنازتي إلا لشخصين، إلا لأخي الخضر أو الملك جبرائيل. زين السؤال اللي يطرح روحه أو يتناطح بدماغنا: يا ترى أنت ياهو منهم؟ وإذا به يميط اللثام عن وجهه، وإذا هو علي بن أبي طالب. يا الله، ولكم يا الله. علي بن أبي طالب يدفن علي بن أبي طالب. فيلم هندي هذا، الله وكيلك. هسه اذا اجيب لي مخرج هندي وانطيه هاي الروايه اقول له كاكا اريدك تسوي لي هاي الروايه فيلم هندي، يظل يضحك علي الله وكيلك، يقول لي كاكا نهي اذان جون جاي جا نهي ذهك على اقول الناس نهي. اقول له كاكي اذا انت ما تقبل تسويها فيلم هندي، باسم سواها قصيده حسينيه وقراها على منبر رسول الله صلى الله عليه واله. هذا المنبر اللي حطم كل البدع والخرافات والخزعبلات بزمن النبي صلى الله عليه وآله. هسه الله وكيلك حولناه حسيني غازل الله بطيحة العباس، والإمام علي كذ روحه ويدفن روحه بروحه. أدري شحة مالك راكي، شو حتى الغراب هم يعرف يدفن. المهم إخواني، فهاي وحدة من الروايات المضروبة عرض الحائط، بحيث رباطها قامز لا سندها صحيح أو لا صاحبها بخير، ذكرها المجلسي بالبحار أو ما يعترف بها بذرق الذبانة، واعتقد هو ذكرها من باب التضامن مع كلام الإمام علي عليه السلام الذي يقول إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكمة. فاعتقد هو ذكر هاي الرواية بموسوعته على مود كل ما يضيق صدره يطقل عليها ضحكة مسنعة أو يرجع يكمل مسيرته الكتابية، لأن تدرون بحار الأنوار مكون من 110 مجلد، فيراد لخلق ها قد مال واحد منغولي على مود يكمله. زين المجلس منين يجيب هذا الخلق؟ فيخلي له كم رواية قامزة على مود يسلي بيها روحه أو يطرد هذا التعب
والملل. بعدين الكتاب اسمه البحار يعني بحر، وانتم تدرون البحر بيه اللؤلؤ والمرجان والزبرجد والياقوت، وبنفس الوقت بيه الضفادع والطحالب والعقاريق. فانت يا اخي ما يصير تعوف اللؤلؤ والمرجان وتروح تصيد طحالب وعقاريق، بالله الكريم ما يصير. ولذلك احد علمائنا العلماء الايرانيين العلامه ابو الحسن الاشعري اتذكر اسمه، من كبار علمائنا، لما يمر ببحار الانوار مع جلاله قدر العلامه المجلسي وثقله العلمي، يقول: ولا يحق لاي احد ان ياخذ من بحار الانوار الا غواص ماهر، لأن علامة المجلسي بالبحار في طور الجمع، عنده مخطوطات كثيرة لازم يجمعهن، ولذلك تسمع نقلت من بعض كتب أصحابنا، هو ما يعرف اسم الكتاب مع احترامي، لأنه تدري بعض الكتب تصل بدون اسم، نعم، بس يعني شايفه بالمخطوطات، وبعضها يعترف يقول نقلت مرسلا عن كتب بعض أصحابنا. عنده بزمن الصفويين وفروا له آلاف المخطوطات كحكومة، هو بده ينقل من عنده. فشي يقول هذا العلامة؟ يقول ما يحق واحد ياخذ من بحار الانوار على ابو روايه انا قراته في البحار. مع احترامي تعال، البحار العلامه المجلسي فيها صحيح من اسمه بحار، في جواهر، أحسن، في طحالب، أحسن، ما يراد له مشكله.